مرحبا. اليوم رح نحضر مع بعض سندويشات السلق أو السبانغ إذا عندكم سبانغ. المهم إنه خضروات ورقية طبعا بهاي الطريقة مشان الأولاد يتقبلوها أكتر. هلا أنا بعرف بشكل عام الأولاد ما بيحبوا كتير ياكلوا الخضروات الورقية غير على شكل فطاير ممكن يتقبلوها، فهي بديل الفطاير إذا ما في وقت نعمل عجينة أو نعجن يعني. لتحضير هاي الأكلة بقطع بصلي وسط، بقطعها بشكل ناعم وبحطها على النار مع شوية زيت قلي وشوية زيت زيتون لحد ما تدبل البصلة. بس دبلت بنزل فوق السلق. طبعا السلق أنا قبل بنهار نظفته كتير منيح، نقايته وغاسلته ومقطعته بعدين سالقته وبعدين حاطته بمصفاي لحد ما يصفى من كل ميته. هلأ بعد ما صفي السلق بنقدر ننزله فوق البصل ومنحركن مع بعض. بنضيف ملح حسب رغبتنا، وأنا بحب حط لهي الأكلة دبس فليفلي، بلاقيه إنه كتير بالبقلة وبيعطي كتير طعمة طيبة. وإذا كان بشي مرة ما بتوفر عندي الدبس ممكن نضيف بهار الفليفل الشطة أو الفليفل الحمراء، بلاقيه طيب، بس بصراحة الدبس طعم تاني تماما وأطيب بكتير. هلأ بعد ما حطيت الملح المناسب والفليفلي حركتهم كتير منيح وتركتهم شي 10 دقايق لحد ما استووا. 10 دقايق كافيات إنه يستوي، وخاصة إنه مسلوق معي قبل بنهار يعني هو مستوي نص تقريبا. هلأ بدي بلش بقى بتحضير سندويشاتي. بحط كمية مناسبة من السلق بقلب الخبز وبلفهم. هلأ بهاي المرحلة إذا أنتو أولادكم بتحبوا القريشة ممكن نضيف القريشة كمان، بتعطي طعم كتير طيبة، بتصير تماما على مبدأ الفطاير بالقريشة. بس بصراحة أنا أولادي ما بفضلوه وأنا بدي إياهم ياكلوا سلق لهيك ما حطيت القريشة. هلأ بلف سندويشاتي وبخلص كل الكمية الموجودة عندي، وبعد ما خلصت الكمية بحطها بصينية الفرن وتحتهم شوية زيت قلي. هون بحطهم على النار مشان التسخين. طبعا إذا موجود عندي سخان سندويش أو مكبس سندويش بقدر سخن فيه كمان بيطلعوا ظراف، بس أنا ما عندي، فدائما بسخن بسندويش عفوا بصينية الفرن بيطلعوا كتير ظراف وحتى مقرمشين. هلا بقلبهم على النار لياخدوا هذا اللون وبرفعهم عن النار. طبعا النار تكون واطية مشان ما يدخن معي الزيت يعطي دخنة. بقدمهم مع لبن أو سلطة حسب شو بتحبوا. وبصراحة الأكل كتير طيبة واقتصادية ورح تعجب الولاد كتير، بتمنى تجربوها.